كانوا بيعايروني زمان بشعر بنتي، كل اللي حواليا كانوا يقولوا لي ايه ده، ازاي انت حاطه لها توكه، دي ما عندهاش شعر. عايزه اقول لكم دلوقتي ما فيش بنت لا في العيله ولا في الناس اللي حواليا شعرهم زي شعر بنتي. ربنا يبارك يا رب في عمرها، ولا في تقله ولا في طوله. عايزه اقول لكم الكلام ده عشان كده انا ما بطلعهاش كتير معايا في الفيديوهات. السر ده كان قايل لي عليه راجل كبير رحمه الله عليه، قال لي لما رحت عند خضر العطار، اللي في شارع المعز، كانت لسه صغيره، فقلت له انا بنتي شعرها خفيف جدا ولدرجه ان هي خلاص عدت 3 سنين ومش بلاقي حاجه اسرحها لها. فقال لي والله العظيم انا هديك السر ده، انا عرفته من الهند، كنت قاعد هناك 8 سنين شغل قبل ما اشتغل هنا عند الحاج رجب اللي هو خضر قصدي العطار. فهديك السر دوت، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مسواك الجنه زي ما فعلا قلت لي هتفضلي تدعي لي، انا بدعي لك لغايه الوقت ده. فانا كمان مطلوب منكم ان انتوا كمان تدعوا لي بالله عليكم بعد ما هقول لكم الوصفه دي. ليه يا ياسمين ايه اللي فكرت بيها؟ واحده امبارح على تيك توك في اللايف قالت لي مدام ياسمين بالله عليكي عايزه حاجه للتتقيل، قلت لها تتقيل ولا تطويل، عشان انا جربت الحاجتين وما شاء الله كانت نتائجهم اللهم بارك ما شاء الله كانت جميله. لو احنا هنتقل الشعر، ناس كبيره ناس صغيره اي مراحل، لو لفيت الدنيا والله العظيم ما هتلاقي الوصفه دي بصي في اي مكان تاني. استحلفتك بالله قبل ما ابدا معاكي الفيديو بالله عليكي زي ما هقولك على دي شير للفيديو عشان الناس كلها تستفيد. قولي لي في الكومنتات عايزين بتاعه التطويل ولا لا، واللايك الجميل على الفيديو دوت، ونقول بسم الله وصلوا على الحبيب المصطفى. فيلا نبداها على بركه الله ونقول بسم الله، بس نركز كويس. اول حاجه برطمان يكون ازاز مغسول بميه سخنه ومتعقم كويس، يعني بمنديل كده من جوه وتنشفيه، لان البكتيريا عامل مهم جدا هيبوظ معانا الوصفه. اول حاجه هنجيب زيت زيتون، خلاص كده يكون اصلي، وانا هقول لكم في الاخر من العطار رقم 1 اللي تجيبي منه زيت الزيتون وانت مغمضه عينيكي. اول حاجه انت ممكن تعملي في برطمان يكون بتاع صلصه اصغر من ده مفيش مشكله. خلاص كده اهي هنحط كميه مناسبه ليكي، اي كميه مناسبه ليكي من زيت الزيتون. ده زيت زيتون على البارد، قولي للعطار انا عايزاه هعمله لشعري، يعني هعمل الوصفه لشعري. طيب تاني حاجه عندي زيت روزميري، والحاجات دي انا بجيبها من يعني ممكن ما نستخدمش القطاره هنا. استني يا هاجر ثواني. هنجيب هنا زيت الروزميري وهنحط منه بتاع 3 غطيان، الغطا بتاع الازازه هنحط منه 3 غطيان. 3 غطيان على قد ايه زيت زيتون؟ على 200 جرام من زيت الزيتون. 200 جرام من زيت الزيتون عليهم 3 غطيان، عشان انا الوصفه كنت عاملاها كده 3 غطيان من دوت من زيت الروزميري. هتقولي له عاوزه زيت روزميري، ولو هتروحي بقى عند العطار هاتي بقى 200 جرام 100 جرام كده يعني. هنجيب بقى كمان الروزميري نفسه هنحط منه معلقه كبيره من الروزميري، يعني معلقه كده بتاعت اكل اللي هي دي، عشان كل حاجه تبقى قدامكم اهي. معلقه الاكل دي هنملاها كده. خلاص هنحط من الروزميري معلقه، ودي كمان كانت اقل من معلقه، فهنحط ايه شويه كمان. خلاص كده اهو كده حطينا الروزميري اول حاجه. تاني حاجه هحط بقى هنا معلقه كبيره من الحلبه اللي هي الحلبه الحصى اللي احنا كلنا مش بنحبها دي، عارفينها اللي هي ريحتها بلاش اتكلم اهي. معلقه بس مليانه كده هرميه من الحلبه. خلاص كده هتحطي ايه كمان؟ هنجيب حبه البركه، والله لا تعيشوا عمركم كله تدعولي ان شاء الله، بس افتكروني يعني قولي الله يبارك لك يا شيف ياسمين، دعوه بظهر الغيب. هنحط بقى كمان معلقه كده حلوه من حبه البركه، الزعتر ايا كان فريش او والروزميري برضو لو كان فريش او كده، نص معلقه بس من الزعتر، الزعتر قوي فكده. قرنفل ده انا شحتاه مرات اخويا مديهولي. ايه هتشوف الفيديو ده دلوقتي وهتضحك. هناخد منه معلقه، ايوه مسمار القرنفل هناخد منه معلقه زي ما انت شايفه كده. نيجي بقى للكينج بتاع الوصفه بتاعتنا، ورق اللوري. خلاص كده هاخد الكلام ده كله خلاص بالشكل ده، هبدأ اقلبه كويس
خلاص اتاكدت ان هو كده ايه اتقلب معايا. نعمل بقى الخطوه الاهم. ثواني هجيب بقى ده، نركز ده قربت تخلص، شيليها كده. هجيب بقى ورق القزاز ده وهلف. بصوا انا لازم اتاكد، في حته هنا كانت باينه اهي، انا عايزاه. للاسف انا مش هينفع كده، لازم اخد حته كمان حتى لو بصوا اداري بيها بس هنا كده، عشان اهم حاجه عندي كله يكون متغطي بالشكل ده اهو. هتعملي ايه بقى؟ جوه الدولاب بعيد عن الضوء، جوه الدولاب بعيد عن الضوء لمدة 15 يوم. هتفضلي شايلة البرطمان ده بعيد عن اي نور او بعيد عن اي شمس او اي ضوء او الكلام ده كله. بعد ال 15 يوم هتفتحي عليه وتصفيه بمصفى وكمان شاشة، مصفى وشاشه. حلو كده. وتاخدي منه ما تغطيهوش بقى تاني، خلاص احنا عايزين وقت التخمير يكون كده. تاخدي منه وتدهني في شعرها ايا كان بقى، حمام زيت، هتدهني في شعرها عادي. هتحطي ده قبل بقى ما ادهن شعرها. الكلام ده للناس اللي شعرها خفيف ايا كانت كبيره او صغيره، انا بتكلم في العموم، بينبت الشعر بطريقه مهوله يعني. هتكوني طبعا شاريه دي كلها سعرها تقريبا من 100 ل 110. الضلمه بين ديت في ايه بس، لا اله الا الله اهي. خلاص كده بتيجي متغطيه هي كده، ليها الكفر بتاعها ده اهوت. انا كنت بستخدمها في شعرها وايه اهي، وبتتفتح من هنا اهي، اللي هي النص سنتي دي. بتقولوا له عايزه اللي هي النص سنتي دي. بتعملي ايه بقى قبل ما بتحطي الزيت على شعرك؟ خلاص ايا كان بقى، بس تكون فروه نظيفه ومغسوله وناشفه، ناشفه، ما يكونش الشعر مبلول. بتجيبي دي وبتبداي ان انتي قطعت الطرحه، بتبداي تمشي على شعرك كله بالراحه. هي بتوجع شويه لان هي كلها سنون اهي، كلها سنون حمي. بتمشي على شعرك كده كله 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 حوالي مرتين او 3 لما تحسي ان الفروه كلها بتشكشك فيكي كده. وبتبداي ان انت تشيلي. هي بالكتير لازم تكوني جايبه كحول عشان في كل مره تبخي عليها كده وتروحي شايلاها. زي ما قلت لك دي ثمنها من 100 ل 110. وبعد كده تدهني الزيت بتاعك وراها على طول. ما شاء الله لا قوه الا بالله. قبل بقى بس استحلفتك بالله عليك الفيديو دوت يتعمل له شير ولايك، وتقولي لي في الكومنتات الله يبارك لك يا شيف ياسمين مقدما. اشوفك على خير.